بطولة مهمة جدا وتسعى للنادي الاهلي، وهارد لك لنادي الزمالك. وشفنا الماتش يعني كان عامل ازاي. اكيد طبعا من يوم الجمعة لغاية دلوقتي الناس كلها اتكلمت فيه واتكلموا في الكورة واتكلموا في كل حاجة، لكن كان ماتش حلو كرويا فنيا. الزمالك كان احسن ولكن الاهلي كسب وحسم الفوز في الاخر بجون قفشه، جون تاريخي بالنسبه لقفشه والنادي الاهلي طبعا. فوز مهم جدا وحط الاهلي في حته مهمه جدا وحط قفشه في حته مهمه جدا. ساعات الاهداف هي اللي يعني تبقى خلاص في ذاكره الجماهير طول العمر، زي جون كده ابو تريكه في الصفاقسي، هيبقى جون قفشه خصوصا انه في نادي الزمالك طبعا المنافس التقليدي. ويمكن كان المباراة زي ما قلنا مباراة حلوة كرويا، الاهلي تقدم، الزمالك شيكابالا جاب جون عالمي، يمكن من احلى اجوان اللي شفتها لشيكابالا في تاريخه كله. اجوانه كلها حلوة على فكرة، بس الجون ده تحديدا مش طبيعي يعني، عالمي. وبعدين اتعور وطلع وحصل تغيير وبالتالي نزل كاسونجو. وفي الاخر المباراة في الدقيقة 86 تقريبا الاهلي بيجيب الهدف برضه العالمي بالنسبة لقفشة، الهدف البطولة، هدف الفوز. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. واي مباراه بيبقى فيها فايز ومهزوم، وانتوا شايفين يعني معظم الناس في الزمالكاويه يعني متقبلين فكره ان الاهلي كسب وان الزمالك خسر وان الزمالك لعب كويس وان يعني ما فيش حد زعلان من فرقه الزمالك او ما فيش زملكاوي متضايق غير على الهزيمه طبعا، ولكن مش متضايقين من اللعيبه، مش متضايقين ان في حد قصر. جمهور الاهلي طبعا مبسوط جدا بلعيبته، يستحقوا طبعا تحيه وتقدير. لعيبه محترمه عملت اللي عليها، كسبت بطوله مهمه زي يعني بطوله افريقيا. ولكن يعني يمكن كل حاجه دايما ليها، ما اعرفش ليه دايما بيبقى ليها ديول. هتكلم على الديول طبعا بتاعت الماتش، لكن برضو من الحاجات المهمه جدا الخبر بتاع امبارح وتشكيل لجنه لاداره شؤون نادي الزمالك وتجميد مجلس اداره نادي الزمالك وتشكيل لجنه جديده لاداره شؤون النادي. مهمه اللجنه اداره وتسيير اعمال نادي الزمالك. طبعا الخبر ده كان بالليل او الظهر امبارح او العصر كده يعني او المغرب يعني قرار كان الناس بتسمعه في الكواليس وبيقول لك هيحصل بعد افريقيا، هيحصل قبل افريقيا، بعد افريقيا. المهم حصل القرار. طيب الناس خايفه، اكيد جمهور نادي الزمالك كله خايف اللي هيحصل. جمهور نادي الزمالك قلقان على النادي وقلقان على الفرقه. اكيد نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم وليه جماهير كبيره جدا وعريضه جدا، فالناس خايفه. امبارح دكتور اشرف صبحي طلع بيطمن الناس، امبارح المستشار احمد بكر طلع بيتكلم هيعمل ايه، الاستاذ محمد او سيد عطيه المحامي الاول العام محمد عطيه برضو طلع واتكلم. كل دول على فكره اعضاء اللجنه، هو القاضي احمد بكر او المستشار احمد بكر رئيس محكمه الاستئناف، والقاضي هشام ابراهيم رئيس محكمه الاستئناف محكمه استئناف القاهره، والمحامي اول محمد سيد عطيه بالنيابه العامه من محكمه النقض. هم دول اعضاء اللجنه. في بقى ناس للكوره، في مفروض الكابتن ايمن يونس رئيس لجنه الكوره او رئيس لجنه يعني رئيس لجنه الكوره، كابتن اشرف قاسم المشرف العام، والكابتن عبد الحليم علي مدير الكوره. دي الشكل الجديد اللي موجود حاليا في النادي. خلينا نعرف اخر الاخبار من داخل نادي الزمالك مع ناقدنا الرياضي الخطيب جمال، وهو في مقر النادي حاليا في اجتماع حاليا بيدور في نادي الزمالك. نعرف منه اخر الاخبار. مساء الخير يا خطيب. مساء الخير يا كابتن على حضرتك وعلى المستمعين. اخبارك ايه؟ الحمد لله كل تمام يا كابتن. طيب قول لي ما يحدث الآن في نادي الزمالك وإيه الأخبار، وهل اللجنة جت كل الناس جم ولا في ناس لسه ما اجتمعوش؟ يعني قول لي إيه آخر الأخبار. تمام يا كابتن، هو الساعة 12 بالظبط اكتمل وصول اللجنة بالكامل برئاسة المستشار أحمد بكري. تسلموا النادي من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، هم حاليا في اجتماع في المكتب فوق. في نفس الوقت على قطاع الكوره حضرت لجنه الكوره، حضر تحديدا كابتن ايمن يونس رئيس اللجنه وكابتن عبد الحليم علي عضو اللجنه ومدير الكوره. اجتمعوا مع الجهاز الفني النهارده اجتماع مهم جدا وبحضور هم راحوا كابتن ايمن يونس وكابتن عبد الحليم علي قعدوا مع باتشيكو وكابتن احمد زاهر وبحضور المحامي العام محمد عطيه، عشان في موضوع مهم جدا. قائمه الفريق لازم تتحسم النهارده، القائمه المحليه تتبعت، واتحاد الكوره صدم الزمالك ان في مديونيات على النادي، ففي مشكله في كود القائمه الاولى. والزمالك هيقابل مشكله ثانيه في القائمه الافريقيه لو القائمه الاولى ما اتادتش النهارده اخر يوم لكود القائمه الافريقيه. فهم بيحلوا الموضوع، وهي جلسه كانت مطوله يعني، والكابتن ايمن يونس تعهد انه يحل الموضوع مع اتحاد الكوره، ونادي الزمالك هيسدد جزء من المديونيات اللي عليه ويأيد القائمه النهارده الاولى، وبعدين يأيد بالتالي بعدها القائمه الافريقيه. يعني هو الزمالك هيأيد القائمتين النهارده الاولى والثانيه عشان يلحق يأيد الصفقات الجديده في القائمه الافريقيه. والتدريب بدأ حاليا دلوقتي، وكابتن عبد الحليم علي اجتمع من اللعيبه هو مستر باتشيكو. يعني عبد الحليم علي دلوقتي قاعد في الملعب، موجود في الملعب بيمارس مهام عمله كمدير كوره وبيناقش مع فالناس نوعا ما لما سمعت الاسامي ارتاحت وهديت. على فكره في كمان
موجود كمان مفروض كابتن احمد رمزي برضو على فكره كلموه وهو وافق مبدئيا، فبرضو ممكن يكون كابتن احمد رمزي موجود في هذه اللجنه او الناس المشرفين على كره القدم في نادي الزمالك. فيعني موضوع صعب، والناس خايفه من 2005 وسيناريو 2005 والمجالس المتعاقبه المؤقته. طيب الكلام ده يا جماعه كان زمان على فكره، المجالس دلوقتي قانون جراد مفيش حد هيجي كمجلس مؤقت لمده سنه وبعدين تتجدد له. يعني هو حتى قرار رئيس وزير الشباب والرياضه او الوزاره يعني ان هو لغايه لما تطلع نتائج التحقيقات او الانتخابات امتى؟ في شهر بعد الدوره الاولمبيه ويبقى في انتخابات جديده. بس ده السيناريو اللي هيحصل. طيب خلينا نطلع فاصل. طيب نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. هنتكلم لسه عن طبعا نادي الزمالك وبطولة افريقيا وشيكابالا واللي حصل مع شيكابالا وانت راضي عن كده، والناحية التانية في ناس عملت ايه مع مؤمن زكريا برضو وناس بعتة حاجات في 2015. طيب خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام على الاون سبورت اف ام 93.7. وزي ما بقول كنا على موضوع نادي الزمالك. في ناس زي ما بقول زعلانين وخايفين جدا وقلقانين، وكلنا اكيد يعني كلنا انا كزملكاوي اكيد قلقان، لكن ما حد يعني بكره الماتش هنرجع نتفرج على الكوره تاني وهنتفرج على الزمالك تاني. ما حدش هيبطل تشجيع وما حدش هيبطل فرجه وما حدش هيبطل ما يحبش اكيد هذا الكيان الكبير، وبالتالي ما عندناش غير ان احنا نشوف هيعملوا ايه الناس اللي موجوده، نبص عليهم. يعني زي ما قلت في اسامي تطمنك في الكرويين. انا ما اعرفش الساده الافاضل طبعا المصريين ما اعرفهمش خالص، لكن الناس اللي في الكوره يعني مطمنيننا. وعايز احيي امير مرتضى منصور طبعا على الفتره اللي قضاها في نادي الزمالك كمشرف عام على الكوره، ادى شغل رائع وجاب لعيبه كويسه جدا. بعد ما كنا في اول 5-6 سنين بنقعد نجيب 15 و16 لعيب كل سنه ويمشوا ويجوا ناس تانية، يمكن السنتين اللي فاتوا الامور اتحسنت بشكل كبير وعمل فرقه قويه، فبحييه وبشكره على الفتره اللي اداها واشتغل على نفسه فيها واشتغل على نادي الزمالك. يعني ده بالنسبه لنادي الزمالك طبعا واللي بيحصل النهارده واللي يعني او اللي حصل امبارح. طيب خلينا نروح لموضوع شيكابالا كمان. بعد ماتش الاهلي طبعا كسب والجمهور احتفل، وانا طلعت كنا في الاستوديو مبروك للاهلي والناس الجمهور الاهلي فرحان. وحصل الموقفين اللي هم طبعا انتوا عارفينهم بتاع فيديو الكلب والمقابر. يمكن كنت شفت كمان فيديو المقابر ده غير بالليل يعني، لكن بغض النظر يعني بنتكلم على فئه على فكره، وفئه ضاله وفئه متعصبه وفئه انا بشوفها ان هي ما عندهاش هويه. يعني اللي هو انا عايز ابين ان انا جامد قوي وان انا قوي او ان انا ما بحب قوي الاهلي، فانا بعمل كده عشان ابين بقى يعني ان انا جامد قوي. الناس دي مش كتير، انا بقول لك مش كتير والله، لان انت ما تشوف رد فعل ناس كتير الاهلاويه على الفيديو ده 90 او 99% من الناس حتى اللي يقول لك ايه انا يعني دايما في ناس يقول لك ايه انا ضد اللي حصل، بس اصل شيكابالا ماشي، بس هو دايما يقول لك ايه انا ضد اللي حصل، فما فيش حد شفته موافق على اللي بيحصل ده. في فرق يا جماعه زي ما قلت، يمكن كتبت تويته يعني بالموضوع ده، ان في فرق ان احنا نهزر ونحفل ونتريق ونغيظ في بعض، طبيعي هي دي الكوره في العالم كله. بس انت دخلت في حته عنصريه. على فكره انا متاكد ان في ناس كتير ما تعرفش ايه العنصر، يعني ايه عنصري. يعني هي الناس فاكره العنصر، اصل احنا عندنا حاجات كلمات كده بنقولها هي عنصريه بس احنا مش واخدين بالها منها، بس مش هقولها دلوقتي احنا على الهواء يعني فما ينفعش. بس احنا عندنا كده كلام متدارج، في ناس ما تعرفش ان ده كلام عنصري وفي ناس طبعا عارفه، بس انا بقول لك في ناس كتير، في جهل كتير، وفي ناس مش فاهمه يعني ايه عنصري، في ناس فاهمه التريقه وكده وبيبقى هو حاطط فيها حاجه عنصريه ان كان على لون او عرق ولا حاجه الكلام ده، بس هو فاكره بيهزر، هو فاكر نفسه بيهزر. لا هو مش بيهزر، ولازم الناس تفهم، ولازم واكيد في دوله قانون، واعتقد القانون في الحته دي دلوقتي بقى الناس تاخد بالها من حته العنصريه والتنمر. يمكن كلمه التنمر دي هي جديده علينا بقى لنا 2-3 بس دي موجوده عندنا من زمان يعني، بس باشكال مختلفه. هتلاقي مثلا ولاد في المدرسه ماشله بتضايق الناس، الولد صغير ولا حاجه دايما، يعني كانت موجوده باشكال. بس التنمر بقى يعني ابتدى الاسم الناس تاخد باله منه شويه. طيب انت ما بتحبش شيكابالا وهو مثلا بيعمل حاجات تغيظك او تضايقك، ماشي انا معاك في كل الكلام ده، لكن بعد الماتش طيب الناس بيقول لك اصل هو عمل وهو قال. طب بعد الماتش او في الماتش هل هو عمل حاجه؟ هل هو قال حاجه؟ هل هو في الماتش مثلا تصرف مشين؟ هل يعني ما عملش اي حاجه؟
وانت كسبت، الاهلي كسب والجمهور فرحان والناس بتحتفل. طيب هل اللقطه دي هي هتزود لك يعني فرحتك بالفوز؟ لا طبعا، الناس فرحانه كده ولا كده وهتفضل فرحانه بفوز الاهلي سنين طويله يعني. فمفيش داعي، يعني انا شايف انه ما كانش في داعي لهذا الشيء. في ناس بعتت لي على تويتر قالت لي وانت سكت لما الزملكاويه عملوا كده في مؤمن زكريا. طب والله العظيم انا عمري كنت شفت الفيديو ده. وبعدين 2015 غير 2020 يا جماعه، يعني 2015 انا السوشيال ميديا ما كانتش بهذه القوه، وانا ما كانش عندي تويتر في 2015 اساسا. بس غلط برضه وفئه ضاله، يعني اللي يحط يعمل قرد ويعمل برضه فئه ضاله. وبعدين لما في ناس يجيب لك بوست لحد حاطط، طيب انا مش بتكلم على حد، الحد ده واحد لكن مش مجموعه نازله في الشارع، مش مجموعه بتعمل. ولو حد برضه غلط مش صح، مش صح. ما هي مشكله السوشيال ميديا ايه؟ ان الناس اللي دماغهم بايظه كده وملحوسه دماغهم بيلاقوا بعض على السوشيال ميديا. يعني ممكن كل واحد يبقى ملحوسه دماغه كده بس قاعد في حته حواليه ناس طبيعيه يقولوا يا ابني الهبل ده فبيسكت. لكن السوشيال ميديا الناس دي بتتلم على بعض، فبتعمل جروب بقى، يعملوا صفحه، يعملوا ناس اللي افكارها غريبه اللي هي الحاجات دي، يعمل حاجه عن بني ادم ويقعدوا يشتموا فيه، وتلاقي ناس كتير بتشتم فيه، لان دي ناس بتلاقي بعض على السوشيال ميديا. لكن مش هتلاقيها ناس كتيره مع بعض في الحياه العاديه. مش هتلاقي الناس دي السويه دي اللي غير سويه دي، اللي هي شايفه ان كل حاجه شتيمه وكل حاجه قله ادب، واخد في اعراض الناس عشان كره القدم والهبل ده هبل، وده ناس غير سويه تماما ان كان هنا او هنا. فما حدش يعني، انا لما بكتب على البوست الناس يا كابتن بس انت بقى انت نسيت الفيديو، بيبعتوا لي فيديوهات يا عم. طبعا اكيد غلط واكيد مش صح واكيد ناس مش سويه، بس انا والله ما كنت شفت الفيديو ده ساعتها يعني. واي حد ده يا جماعه طبيعي، هو انت لازم ليه تبرر الغلط؟ يعني لازم تبرر الغلط. انت شايف انه غلط، لما تقول انه غلط هتلاقي بس يقولك بس هو عمل اصله وشتمنا قبل كده ماشي، بس هو ما عملش حاجه المره دي. هو راجل من ساعه ما تعاقب في ماتش الزمالك والاهلي اللي فات وخد ما الراجل ما فتحش بقه ولا اتكلم، وقاعد بيتمرن ومالوش حاجه. بعد الماتش الراجل ما اتكلمش وما فتحش بقه. فيعني ده اللي بتكلم فيه، ان كان هنا ولا هنا يا جماعه. والله الموضوع لا زمالك ولا اهلي او ان انا زملكاوي فباخد بس بالي من الحاجات اللي الاهلي بيعملها، لا. ولو الزمالك قال حاجه بقول يعني غلط. اللي عملوه جماهير الزمالك في 2015 ده غلط وتنمر وعنصريه، ما ينفعش، عيب. بس هي النظريه ان احنا بقينا للاسف الشديد، وبقت بعض الناس الكبار بقوا يتاثروا بهذا الموضوع وشايفين ان ده حاجه كويسه لان بيلم لايكات، عشان ولاد صغيرين عندهم 15 و16 سنه بيعملوا صفحات. فلما حد كبير بيعمل الكلام ده يقول له انت قاصف جبهه وانت حراق، فبيفرح، فيلاقي اللايكات كده فبينبسط. وده اللي بيضايقني بصراحه، انا بلاقي ناس كبيره وناس متعلمه وناس مثقفه بس بتيجي في الحته بتاعت الزمالك والاهلي دي دماغها بتصغر. فالصغير لما يلاقي الكبير بيعمل كده هيبقى هو كمان يقول بص ده شوف مين كاتب ايه، ده بص مين عامل ايه. لازم يا جماعه يعني الدماغ تتغير في الكوره والله العظيم. في كل العالم بيعملوا كده، وفي كل العالم بيقعدوا يحفلوا على بعض، ماشي. ما حدش قال حاجه، اعمل اللي انت عايزه يا حبيبي وافرح وانبسط واتريق واعمل فيديوهات واعمل كل حاجه، بس مش لدرجه يا جماعه نروح للناس قبر او نعمل ان احنا في قبر واحد يعني هل دي حاجه تضحك مثلا او دي حاجه لذيذه مثلا انك تشيل كلب ولونه كذا فتروح انت تقعد تقول باسم واحد، تعمل حاجه مؤمن وتحطه على برضه؟ هل ده حاجه تضحك يعني؟ المفروض حاجه لذيذه يعني. منتهى يا جماعه يعني وصلنا لفين؟ احنا في الدرك الاسفل يعني. لازم طب احنا زمان كنا بنكسب مثلا الزمالك او الاهلي كان بيكسب، ما كناش بيقعدوا يشتموا الزمالك، ما كانوش بيقعدوا يشتموا في الاهلي كتير ولا الاهلي بيقعد يشتم في لعيبه الزمالك، وخلاص الماتش بيخلص، ناس بتنبسط وتفرح وينزلوا الشوارع وسلام عليكم وعليكم السلام. طيب خلينا ناخد بعض المسجات، بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طيب رجعنا لكم تاني، خلينا ناخد شويه مسجات معانا على صفحتنا على الفيسبوك. بدري حلمي، مساء الخير عليك كابتن حازم، منور الدنيا والله. الحمد لله على الاميره السمراء، رجعت لبيتها وعايز تقول لي ايه موضوع الاستبدال ده، وهل احمد ياسر ريان هيرجع تاني ولا هيطلع اعاره؟ لا هيطلع اعاره لغايه دلوقتي. صلاح محسن اللي رجع وناصر ماهر، لكن احمد ياسر ريان لغايه دلوقتي لا ما رجعش. محمد ياسين طه، السلام عليكم يا نجم مصر، تحياتي كل اسره البرنامج. كسبت عاوز تفرح افرح، بس خلي بالك ان هزمت وعايز تزعل ازعل، بس خلي بالك. صح كده.
افرح واسعد بادب واحترام بدون تعدي على مشاعر غيرك، بدون تنمر ولا عنصريه، رياضه اخلاق قبل ما تكون فوز وهزيمه. عايز تهزر وتحفل شويه، خلي هزارك مع اصحابك بطريقه شخصيه، عارف انهم هيقبلوا منك بس بدون الفاظ ولا تجاوز التعصب لا التنمر. انا اهلاوي بنحترمك والله ربنا يبارك لك يا محمد. ناس يا جماعه محترمه في مصر كتير والله العظيم، مشجعين الاهلي ومشجعين الزمالك، الفئه العامه يعني او الجزء الكبير هو المحترم وهو اللي فاهم التشجيع. انا عايز اقول حاجه والله بجد، يعني في فئه كده اللي هي زي اللي بتاعت الكلب هنا او هنا والحاجات دي، هم دول اللي مش مخلينا نخش الاستاد على فكره، هم دول اللي مخلينا معذبين الناس عشان ما تروحش الاستاد، ان هم دول اللي بيعملوا الحاجات الغريبه اللي دايما عايزين يعملوا اللقطه. هو لا منتمي ولا حاجه، هو عايز يبين انه منتمي فبيبين زياده، يعني انا جامد قوي يا جماعه، انا ما فيش زيي. وللاسف هم دول اللي مخلينا مش عارفين نروح استاد ولا عارفين نتفرج على ماتش مع عيالنا في الملعب ولا حاجه خالص. الناس دي هي اللي مبوظنا والله العظيم، الناس اللي زي دول هم اللي مبوظين لنا الفرجه في الملعب، وتروح تاخد عيالك. انا كان نفسي طول عمري اخد زي ما كان ابويا بياخدني الماتش، كان انا نفسي اخد عيالي الماتش واروح اتفرج على ماتش ان كان للزمالك ولا المنتخب مصر ولا الحاجات دي. مش عارفين اي حد بسبب الفئه اللي هي على طول عايزه فيها حريقه وعايزه الدنيا بايظه وعايزه نقعد نشتم ونعمل ومشاكل وخناقات وازاي الماتش يعدي كده. الزمالك والاهلي عدى بهدوء، وحتى الزمالكاويه ما كانش ليه، بالعكس الناس شايفه ان فرقتها عملت حاجه كويسه، بس ازاي الدنيا هتعدي كده؟ لازم نعمل حاجه تسخن الامور شويه. مصطفى كيتا، انا كنت من اللي بيتريق على شيكا بس بعد فيديو الكلب والمقابر الا لحد هنا بجد اسف. ربنا يبارك لك يا كيتا، وكل واحد كويس انه بيعترف بخطأه. بشكرك يا كيتا، وعندك شجاعه الاعتذار محترم يا كيتا والله. اسلام فانتا، كابتن حازم يا عالمي، جمهور الزمالك بيحب حاجه اسمها شيكا طبعا اكيد، سيبك من اللي بيعملوه. في ناس اهي شوف اهلاويه اتنين هم بس، والناس شايفه وبيعتذروا وناس محترمه جدا. نسر الشرق، منور الدنيا كلها يا كابتن، مساء النور والسرور عليك، ربنا يبارك لك يا حبيبي. محمود المصري فرحان، ماشي يا حود. عبده سعيد، منور يا كابتن، هارد لك، مبروك علينا وعلى كل الاهلاويه، مبروك طبعا للنادي الاهلي. محمد علي، يا كابتن في نيه ترشح رئيس النادي؟ لا، قلتها قبل كده مع كابتن شوبير، قلتها زمان، قلت لها حتى لو الاستاذ مرتضى ما نزلش الانتخابات الجايه انا مش نازل برضه، ففي جميع الاحوال انا مش نازل يعني. لكن طبعا احنا ورا الزمالك وبنحب الزمالك على فكره، هو مش لازم ابقى عندي منصب عشان يعني ابقى منتمي لنادي الزمالك، او لو حد عايز مني حاجه اعملها، يعني مش لازم. انا ضد فكره ان انا يكون عندي منصب بس هو كده ابقى انا منتمي، وان انا لو انا مش في المنصب يبقى انا ماليش دعوه بالنادي. لا يعني انا موجود، يعني انا بالاخر حاجه بتهم اخر همي المنصب يعني. الزمالك بيتدمر، ده مدحت ندى، وانتوا بتتفرجوا اولاد النادي. ما حدش بيتفرج، احنا اهو بنعمل الشأن وبنقول ايه اللي هيحصل وايه اللي هيحصل، وهنفضل ورا نادي الزمالك، واي حاجه هتحصل هنتكلم عليها وهنقول ده غلط او ده صح زي ما كنا بنعمل دايما يعني. مدحت ان شاء الله نتمنى ما يبقاش فيه دمار ولا حاجه. وزي ما قلت 2005 كان في قانون، ودلوقتي 2020 في قانون الرياضه الجديد. ما فيش حد يا جماعه بيعين مجالس مؤقته، ما حدش، حتى ده اسمها لجنه، مش زي زمان مجلس في مجلس يتجدد له معين، لا ما فيش مجالس معينه، هو لجنه لمده معينه لغايه لما نتائج الاتحاد تطلع او الانتخابات تيجي ايهما اولا. فالناس دي لو طلعت نتائج الاتحاد قبل الانتخابات وطلعت نتيجه الانتخابات مثلا الناس دي كويسه، هيرجعوا تاني يستلموا النادي وبعدين يشتغلوا عادي. لو النتائج بتاعه الاتحاد في النيابه قعدت فتره طويله شويه وجات الانتخابات، هتقوم انتخابات ويجي مجلس اداره منتخب ومحدش هيتدخل فيه ومحدش هيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فان شاء الله باذن الله يعني نتمنى باذن الله الخير دايما لنادي الزمالك كل انديه مصر. طيب خلينا اقول لكم برضو على خبر بره الليله دي شويه، وهو كابتن شوقي غريب. يمكن يعني طبعا كابتننا الكبير واللي دايما عامل ما شاء الله ارقام و نتائج جيده جدا. كابتن شوقي غريب اللجنه الاولمبيه بتختاره كافضل مدير فني للعبه الجماعيه وتكريم اتحاد الكوره كمان واليد. معانا كابتن شوقي غريب على التليفون. مساء الخير يا كابتن شوقي. مساء الخير، ازيك يا كابتن حازم؟ ازاي حضرتك يا كابتن مصر؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، وحشنا كتير والله يا كابتن حازم. كله تمام؟ كله زي الفل والله يا كابتن حازم. ربنا يخليك يا كابتن. طبعا بيبقى حاجه حلوه انك تكرم وتشوف نتائج شغلك وجهدك وتكرم وانت موجود، بس ده بيعمل عليك برضو اكيد يعني يعني اسمها ايه، بيعمل عليك حمله اكتر برضو. الناس بقت خلاص شايفه كابتن شوقي غريب في حته، احنا عايزين ميداليه يا كابتن شوقي السنه ان شاء الله باذن الله السنه الجايه في طوكيو. والله يا كابتن حازم طبعا يعني انا كانت مفاجاه بالنسبه لي امبارح، لان احنا لما بقينا للحفله دي كانت حفله معمول يعني او المؤتمر كان مؤتمر للعيبه الدوليين كلهم اللي هم وصلوا طوكيو.
وكان حتى رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه قال كلمه في البدايه، وبعدها بعد الكلمه دي كان في وجود طبعا مجلس اداره، يعني كل اعضاء اللجنه الاولمبيه كلهم اللي هم يعتبر رؤساء الاتحادات، والدكتور حسن مصطفى طبعا. فطبعا كان يعني الحشد كان كبير. ثم بعدها عقبها بقى حته انهم اختيار الناس الافضل لموسم 2019 2020. وطبعا هي بصراحه كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا ما كنتش يعني كنت رايح بدعو للحفل عادي خالص. كنت انا المفترض ومعايا الاستاذ عمرو الجنايني، بس طبعا عشان الاستاذ عمرو كان في امبارح الجمعيه العموميه فما حضرش. طبعا كان اول الاختيار اختار افضل مدرب لعبه جماعيه في مصر. ده كانت حاجه طبعا اسعدتني كتير وبتسعد كل الناس، لان هم اختيار الاتحاد المصري كمان مناصفه مع اتحاد كره اليد كافضل اتحاد خلال 2019 برضه 2020. انا بعتبر كل الحاجات دي ايجابيات للكره المصريه رقم واحد، بالاضافه للحاجات اللي اتعملت للانديه كلها في البطولات والحاجات الجميله اللي اتعملت السنه دي واستكمال الدوري وحاجات كتيره. وبتحط زي ما انت قلت يا كابتن حازم عبء علينا كبير. يعني الدكتور حسن مصطفى وهو بيسلمني الجائزه بيقول لي احنا كلنا يعني وراك ومعاك، وبنعمل باذن الله تكون دي اول حاجه جماعيه نقدر نحقق حاجه في اولمبياد طوكيو. ودي حاجه طبعا اسعدتني جدا ان يكون ده رايي او اللي وصلنا له. فبتحط حمل ازيد على الواحد وبتحط حاجات كتير نقدر نشتغل عليها باذن الله. كابتن حازم ان شاء الله. مالك كابتن صوتك تعبان لي في حاجه ولا ايه؟ لا انا بمشي في النادي فبتمشى ساعات بقى كل يوم كده ناخد لنا ساعه ولا حاجه مشي كده. انا السبب يعني اللي ده الواحد ينهج من المشي كتير يعني. كابتن شوقي خليني اكلمك على الدوري الجديد والضغطه اللي موجوده في الدوري. يمكن لما شفنا الدوري الضغط بعد الكورونا شفنا لعيبه كتيره موجوده، ان كان حتى منتخب اولمبي او حتى 2001 بتاعت لعيبه كتير. شايف الضغطه اللجنه المسابقات حطها السنه دي واللي اتكلم عليها مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات الجديد دي في صالح حضرتك وصالح الكره المصريه، ولا ممكن تعمل مشاكل وان اللعيبه تجي لها اصابات، خصوصا انك تلعب موسم كامل وليس نص موسم يعني؟ والله بص يا كابتن حازم، هي في حاجه احنا لازم حاجه بنتعود عليها دلوقتي. يعني احنا بنشوف البطولات اللي مصر كلها بتلعبها، سواء احنا داخلين على مباريات دوليه للمنتخب الاول في كاس العالم او في تصفيات افريقيا الماتشين اللي باقيين لنا، او الدوره الاولمبيه كلها. يعني لو انت تشوف مواعيد الماتشات بتاعتها بتاع الدوره الاولمبيه هتلاقينا هنلعب 22 25 28 ولو ربنا وفقنا نلعب يوم 31 ربنا كرمنا نلعب يوم 4 يوم 7 او 8. يعني هتيجي تشوف الفروقات الزمنيه كلها بقت في البطولات حتى الافريقيه كتير. هو الفروقات بقت كده. لما تيجي تشوف الدوريات اللي موجوده في اوروبا كلها بقت في يعني خلينا اقول في اوقات بيلعبوا على 5 ايام و6 ايام، وفي ايام بيلعبوا على 48 ساعه او 72 ساعه. فالنهارده بقى ده النهارده في العلم الحديث والتدريب والشغل وكل حاجه. حتى البطولات الافريقيه اللي كان زمان كابتن حازم لو انت تفتكر كانت بتتلعب مثلا بين الماتش والماتش 15 يوم. النهارده بقى بتلعب الجمعه والجمعه والفرقه بتسافر وبترجع، يعني بتبقى مسافره بالك. لو هي مش يعني لو نشوف نادي المقاولين اللي سافر بالطيران العادي، شوف بدا سفر يوم كام ورجع يوم كام. خلاص هي بقى ده سيستم او نظام موجود لازم نتعايش معاه. يعني لازم كلنا خلال الفترات اللي جايه ده نتعايش مع الحدث اللي موجود ونتعايش مع الوضع بتاع المسابقات اللي موجود. اوقات كتيره بتحتاج منك انك يبقى الدوري مضغوط، واوقات كتيره بيحتاج منك ان الدوري يبقى على فترات ابعد شويه، انك بتدي فرصه للمدربين والناس كلها انها تصلح الاخطاء تعمل كل حاجه. اوقات بيبقى في فترات اللي بين الدورين. يعني متهيألي تنظيم الموسم هو مازن حتى اول لما جه هو انسان خلوق جدا. اتكلم معاه كان في ماتش اليابان. احنا كان عندنا دعوه ان احنا نلعب مباراه يوم 26 ديسمبر مع منتخب اليابان، والدعوه دي كانت كل تكلفتها على حساب اليابان، سواء تذاكر طيران او اقامه او كل شيء. كل حاجه هم متحملينها، وكانت تعمل طبقا للبروتوكول الطبي اللي هيتم في الاولمبياد على اساس ان احنا دوله مؤهله للاولمبياد وهم منظمين يعني.
احنا فقال لي ان لو عملناها دلوقتي هتبقى في ضغط على الانديه وناخد اللعيبه في فتره 4 ايام او 5 ايام ويرجعوا يلعبوا دوري على طول والكلام ده، فمن الممكن ان احنا نرحلها لوقت تاني. قلت له على طول انا موافق، مفيش مشكله خالص، هي مش في الاجنده الدوليه يو 26، لكن كنا بنامل ان احنا نلعبها، لكن طالما الميعاد هيعمل خلل في الدوري يبقى الدوري هو الاهم يعني بصراحه يعني. فقلت الدوري برضه احنا بيطلع منه عناصر، والعناصر اللي طلعت دي كانت حازم في وقت الكورونا والوقت الدوري المضغوط. انت شايف احنا استخدمنا منها 6 لعيبه او 5 لعيبه بالظبط في مباراه كوريا والبرازيل، اول مره الناس تشارك وتلعب، وكان من نتاج الدوري مش من نتاج حاجه ثانيه. كابتن شوقي ربنا معاك وكلنا في ظهرك ان شاء الله باذن الله، وتكسر الدنيا كده باذن الله في الاولمبياد. والله بعد ما شفنا ماتشاتك مع كوريا ومع البرازيل يعني انا شايف ان شاء الله بعون الله كده نوصل ناخد ميداليه باذن الله يا كابتن، نكون اول ميداليه كرويه لينا في الكوره زي ما حضرتك جبت لنا ثالث العالم، ان شاء الله تجيب لنا على الاقل ان شاء الله ثالث او برونزيه او فضيه او يا رب ذهبيه ان شاء الله يا كابتن باذن الله. باذن الله يا كابتن حازم، ودي طبعا بيكم انتم كنتوا اسباب اختياري في هذا المكان. ربنا يخليك يا كابتن مصر او المجموعه اللي موجوده بالاستاذ عمرو والدعم اللي بنشوفه برضه من الدوله والدكتور اشرف. انا شايف ان ده كله حاطط علينا حاجات، لكن الحمد لله في لعيبه كويسه في مصر. انا بقول لك وباكد لك ان احنا عندنا مجموعه كويسه باذن الله باذن الله باذن الله، مع شيء من الحافز. وكل مره قعدتهم بتزيد مع كابتن حسام البدري في المنتخب الاول ببقى سعيد جدا، لان في النهايه يا كابتن حازم لما يبقى عندك عدد كبير من اللعيبه في المنتخب الاول ومتعايشين مع المنتخب الاول وبعدين بيجوا المنتخب الاولمبي وباذن الله نختار 3 كويسين من الفريق الاول، هتحس ان منتخب مصر بقى ليه كيان كبير. المنتخب الاولمبي دعم كبير للمنتخب الاول باذن الله. اتمنى ان ربنا يوفقنا ونقدر نحقق حاجه للكره المصريه باذن الله. يا رب يا كابتن شوقي. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا كابتننا الكبير كابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، كان معانا على التليفون وكلام مهم جدا، ويعني تتويجه كاحسن مدرب للعبه جماعيه في مصر سنه 19-20. طيب خلينا نطلع لفاصل اخير ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا لكم تاني ومعاكم حازم امام على اون سبورت اف ام 93.7. عايز اقول لكم اللي بيحصل في نادي الزمالك دلوقتي. كابتن حسين علي في اجتماع مغلق مع اللعيبه له حوالي نص ساعه بيتكلم مع اللعيبه قبل التمرين، واللعيبه كلها في التمرين موجوده، لكن في اجتماع مع كابتن حليم واللعيبه قبل التمرين. طبعا هيبقى الكلام كله احنا يا جماعه بنلعب باسم الزمالك، احنا يا جماعه الزمالك عندنا ماتش مهم لازم نفصل، وده اللي لازم اللعيبه تعرفه يعني، وده اللي لازم اللعيبه تبقى عارفاه ان هي النادي اللي موجود كل الناس مشينا، كله مشي من زمان لغايه دلوقتي 100 وشويه سنه اهو، الناس 110 ولا احنا 1911 دلوقتي هو 110 سنه داخلين على 110 يعني، فالناس بتمشي والناس بتيجي، لكن النادي هو اللي بيبقى، وبالتالي انت بتلعب باسم النادي. طبعا في علاقات شخصيه وعلاقات انسانيه انك بتقعد مع ناس كتير، ده اكيد في ارتباط بامير وارتباط بمرتضى وارتباط باستاذ مرتضى مع رئيس النادي وارتباط بكابتن اسماعيل يوسف اكيد برضه اللي ليه دور كبير مع امير في الموضوع، لكن في الاخر انت تشتغل عشان نادي الزمالك. دي مهمه جدا جدا للعيبه انها تفصل، في ناس هتفصل وفي ناس مش هتعرف تفصل، لكن الجمهور في ظهرك وعايزك دايما احسن حاجه، الجمهور شايفك انك عملت اللي عليك، ما تتضايقش ما تخافش ما تزعلش، العب عشان تاخد البطوله الجايه والعب على البطوله الجايه. الاهلي طبعا حالته المعنويه عاليه جدا، شغال بشكل كويس جدا. يمكن اصابه صلاح محسن بفيروس كورونا، ولسه اليو ديانج كمان عنده ما خفش من الكورونا. ففي والناحيه الثانيه برضو الزمالك على فكره غالبا الونش برضو لغايه دلوقتي المسحه لسه ايجابيه، اوباما وعبد الله اعتقد برضو لسه ايجابيه لغايه دلوقتي. اوباما مش عارف ممكن بعد الحلقه نشوف يعني، احاول يمكن خلال اليوم كله اكيد هيتقال يعني طبعا نتيجه التحليل، لكن لغايه دلوقتي لسه مفيش اخبار. طيب على فكره كان في نادي مصري بيلعب في افريقيا، نادي المقاولين كان بيلعب في بطوله افريقيا الكونفدراليه وفاز على نادي ارتا سيد جيبوتي 1-0، كان فوز مهم. يمكن فاروق كابور هو اللي جاب الجون. خلينا نروح لكابتن علاء غني المدرب العام نقول له مبروك. كابتن علاء مساء الخير. مساء النور يا كابتن حازم، ازي حضرتك؟ ازيك علاء؟ عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ مبروك الفوز.
الله يبارك فيك. انا ضحكت بس لما قلت كان في نادي مصر. انتوا جيتوا في وقت الدنيا هنا ايه، انت شايف الزمالك واهلي في الفاينل وبعديها شيكابالا وبعديها نادي، فالدنيا طبعا انا عارف ان انتوا عيني برضه الناس ما خدتش بالها من الماتش، لكن لازم نقول الدنيا بيحصل فيها ايه. ماتش مهم مع جيبوتي، واكيد يعني المقاولين تاريخا ولا فنيا ماتش اعتقد كان في الامكان يعني. طبعا يا كابتن، انت من الفرق اللي مش عايز اقول ضعيفه، لا فرقه طبعا متوسطه. احنا رايحين طبعا مركزين اول ما شارك لنا بعد فتره طويله. كنا عايزين نعمل نتيجه ايجابيه. حضرتك عارف طبعا لما بتكسب بره ارضك بتجيب جون بره ارضك، حتى بغض النظر عن خسرت تفرق معاك جدا على ملعبك يعني. كان هدفنا ان احنا نجيب جول، الحمد لله جبنا جول. وعلى فكره اللي جابه سونج مش فاروق، جابه في نفسه يعني. الكسندر سونج يعني كان بيلعب في برشلونه، حضرتك عارفه يعني. ايه ده تاني؟ قول لي كده، قول لي تاني. الكسندر سونج اللي كان بيلعب في برشلونه الديفندر، بيلعب دلوقتي في جيبوتي. بيلعب في جيبوتي. هو يمكن رايح هناك، الفرقه دي فرقه بطوله كابتن حازم، الراجل جاي من شغل البلد كده، يلعب هناك 6 شهور ولا 7 شهور. لا والله سونج الكاميروني. يكون موجود هنا. لا انا بقول لك سونج الكاميروني هو اللي بيلعب هناك. سونج الكاميروني. لا والله. فعلا. وهو اللي جاب جون في نفسه كمان. هو اللي جاب جون في نفسه. هو طلع جامبي مع فاروق في ال 18، جت في دماغه ودخل. يمكن الولاد عملوا مباراه كويسه الحمد لله. اتمنى طبعا ربنا يكرمنا ان شاء الله نقدر نمشي اكبر وقت ممكن في البطوله. بعيد بقى لنا فتره طويله، الحمد لله يمكن عملنا فرقه من السنه اللي فاتت، من الفرق الكويسه اللي بقت تحترم، الناس كلها بدات تاخد منها. عملنا شكل الحمد لله موالين عرب، ده مجهود ناس كتير جدا. حضرتك عارف لما يكون الاداره عندك قويه كويسه ده بيفرق معاك جدا في النادي يعني. عماد مدرب شاطر، الولاد حتى كمان يسمعوا الكلام، وده اللي فرق معانا الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه نقدر نعدي الدور ده ونقابل بقى النجم الساحلي، نستعد له بشكل كويس يعني. انت عندكم حظكم وحش قوي ان انتوا اول ما تطلعوا الماتش هتلعبوا النجم الساحلي، او يعني اللي هيكسب من النجم الساحلي اكيد. حضرتك عارف التصنيف خالص، التصنيف بتاعك موديك بعيد عشان تبقى لك كتير طبعا كده بتروح بيديك فرق جامده يعني، وده اللي حصل. وكمان خلي بالك عصام الحضري رايح هناك، خلي بالك كابتن عصام الحضري هيغل علينا. عارف كل صغيره وكبيره، راجل وعايز ينجح بقى مع وفيرا اكيد عارف المقاولين وعارف كل حاجه. فيرا ماسك دلوقتي النجم الساحلي، فبرضه الامور بالنسبه له هتبقى معروفه. موعدين على طول بتغيير الاجهزه، اي جهاز على طول بيجي لنا جهاز جديد. طيب قول لي، حد لعب من الصفقات الجديده ولا مفيش؟ لاعب داوودة من اللعيبه كويسه جدا كانت طبعا في نص الملعب كويس جدا، فرق معانا جدا حتى في الماتش اللي هناك. وعنده الحته بتاعت يعني وش الجول على طول، بيشتغل، عنده سرعات، بيلعب الكوره كويس. كنا محتاجين النوعيات دي عندنا في الفرقه يعني، بندور على النوعيات دي. حتى جبنا برضه احمد شكري لسه ما تأهلش افريقيا، من اللعيبه كويسه جدا. احمد شكري الاشول بتاع النادي الاهلي زمان، الاشول كان في المصري لعيب كويس جدا. احنا جبنا بعض 5 6 7 صفقات كده كويسين جدا. جبنا وسيم الغنوشي ده من تونس، ديفندر كويس. جبنا فيرو بس دول ما لعبوش كل ده، هو بس داوودة اللي لعب. اللاعب الوحيد داوودة ده اللي كان موجود من الصفقات الجديده يعني. ربنا يكرم علاء والف مبروك، وان شاء الله الماتش الجاي يكون في احسن حال كده، والناس تاخد بالها من الماتش الجاي ان شاء الله. لما هتلعبوا النجم الساحلي مصر كلها تعرف وهتبقى مركزه معاكم. ان شاء الله ان شاء الله تكون معانا كده باذن الله. باذن الله يا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا، وانت بتكلم لي على عماد جدا، واقول له الف مبروك. طيب بشكركم طبعا شكرا جزيلا. عايز اقول لكم ان المساحات زي ما قلت يمكن احمد صلاح محسن في الاهلي طبعا بكره في ماتش الزمالك وطلائع الجيش الساعه 5، وماتش الاهلي والاتحاد الساعه 8. ماتشين مهمين جدا قبل نهائي كاس مصر، ومرجح بشكل كبير. طبعا كل شيء وارد في الكاس يعني، بس قصدي ممكن يتعمل ماتش تاني فاينل يوم السبت زمالك واهلي، وممكن يبقى زمالك واتحاد، وممكن يبقى اهلي وطلائع الجيش، الله اعلم. كل شيء وارد، لكن زي ما بقول لك لسه ايجابيه مسحه الونش واوباما وعبد الله جمعه لسه مسحتهم ايجابيه، وبالتالي هيكونوا غايبين. الناحيه الثانيه صلاح محسن وآل ديانج مسحتهم ايجابيه ومش هيكونوا موجودين برضو، واحمد ياسر ريان على فكره برضو. ربنا يشفي الجميع ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المستمعين، حلقتنا خلصت. بكره حلقه جديده مع الزميل عزيز سيف زاهر.